السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الخضرة، يا صباح الهنا، يا صباح السعادة. صلى على الرسول يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا كده أحلى النهاردة فيديو جميل قوي. بإذن الله تابع الفيديو للآخر وهتطلعي مستفادة منه ولو معلومة واحدة. شفت الشمس داخلة المطبخ ازاي والنهار زي العسل. تعالوا بقى ايه، جايبين حبة خضرة حلوين كده زيكم، ننضفهم مع بعض واوريكم برضو الخس بتنضف ازاي. عملت كده قبل كده على القناة، واحدة قابلتني وقالت لي والله معلومة حلوة. وما شاء الله انا بعمل الخس كده من ساعة ما انت وريتهولي. صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاة والسلام، واوعوا تنسوا اللايك والكومنت الحلو. انا كده بجيب الخصاية بنضفها واشيل الورق بتاعه هنحشيه. احنا ما بناكلش الورق بتاع الخس، هحشيه. وهو طبعا اللي متابع القناة هيشوف كل حاجة، اي حاجة هعملها هيشوفها. شوفوا بقى يا حبايبي، هتنضفي بقى الراس بتاع الخصاية بتاعتك كده بالشكل ده اهو. ولما بتيجي القلب الخصاية بتقسميها اتنين اهو، بطريقة سهلة وبسيطة كده يعني بسهل معاك الغسيل وفي نفس الوقت ما بتلاقيش فيه اي طين. شوفوا بقى انا بعمله ازاي اهو. بتجيب الخاصية الحلوة، يعني عود الخاص الحلو وتعمليه، واللي مش حلو شايفاه انا بحطه جنبي، يعني بشيله في جنب كده. مش هنرمي اي حاجة، وهنقول لكم احنا هنعمل ايه في وقته. كل حاجة، وهنعمل احلى غدا النهاردة. غدا سهل وبسيط هيعجبكم. وتصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، واكتبوا لي تعليق حلو كده. شوفوا بقى انا بعمل ايه. انا طبعا بسرع معاكم شوية عشان أنا لو كنت سبت الفيديو كان هيبقى ايه وقت طويل قوي. فعشان نختصر للموضوع فانا سرعت شوية النهاردة في الفيديو ده. شوفوا بقى اهوتي. وبعد كده لازم تغسلوا خضارك ده غسيل حلو، يعني هوريكم برضو طريقة الغسيل بتاعته، وهوريكم كل حاجة فيه. انا كده خلصت الخس، الورق بتاعه ما تبلهش، وهنعينه في التلاجة، ولما نيجي نستخدمه هنغسله. تعالوا بقى، نضفت البصل الاخضر المرعرع ده وجميل، تحفة. تعالوا بقى البصل ما بتنقعش يا بنات، هوريكم بتعمل ازاي. عندي شبت وكزبرة، وعندي سبانخ حلوة، هنعملها بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة. بس مش هطبخها النهاردة، هوريكم بس تنظيفها النهاردة. هننضف كده الشبت والكزبرة بتاعنا، بتشيل اي ورقة صفرة، عود حشيش، اي حاجة كده ما تعجبكش. قبل ما تبل الخضار بتاعك ما تقوليش هغسله الاول، لا ما تغسليش الاول. اي حاجة كده مش لد عليكي بتشيليه اهو. تفتحي قلب الكزبرة والشبت، وبعد كده اي عود، يعني بصي، اصفر محروق حشيش، شكله ما يعجبكش تنفري كده من فوق كده الجدول بتاعته وتنفريها. وبعد كده بتسحبي كده اهو. يبقى حطينا ايه، الخس بتاعنا يتنقع. خليكم معايا كده ومتابعيه. حطينا الخس بتاعنا يتنقع الوقت في ميه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في السبانخ بتاعتنا. صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام، اوعي تنسي اللايك ولا تخرجي من الفيديو. هنعمل غدا سهل وبسيط وهيعجبك، وفي حركات حلوه هتعجبك ومعلومات جميله اهو. كده شلنا كله الاصفر، وبعد كده جبت الشبت برضه نضفته وشلت اي حاجه فيه، بقى زي الفل. تعالوا بقى ايه ننضف برضه السبانخ. هنعمل شويه سبانخ عسل، بس مش النهارده. تابعوني وانتوا تشوفوا طريقه الطبخ بتاعتها، والله لا اعمل لكم سبانخ زي العسل. بصوا بقى يا حبايبي، هنجيب اول حاجه بتفك القشايه كده اللي مربوطه فيها. وبعد كده السبانخ دي بتبقى عايزه غسيل ابن ناس، فاهمين بتبقى عايزه غسيل ايه كويس، لان بتبقى ايه فيها رمل. اهم حاجه غسيلك في الخضار، اغسلي غسيل حلو، تاكلي خضار حلو، السبانخ مغذيه وحلو. تنضفي بقى كده اي جدل بقى تلاقيه نضيف وحلو وبتحطيه، ماهوش نضيف ولا حلو وما تحطيش عود، يعني عود خضار. عشان ما تقولوش جدل ايه اللي قالت عليه ده. بصوا بقى، بنشيل كده يعني بتقطعي الراس بتاعتها من فوق، يا دوب بس كده، يعني ما تقرطيش عليها قوي. ايوه هو ده كده. وبعد كده بتقومي ايه منضفه حوش الاصفر خالص. احلى حاجه ان كانت الشمس كده معانا ايه على الصبح حلوه وخضره حلوه.
احلى صباح الخضرة والشمس، جميل جميل. تعالوا بقى اخلص كده معانا كل السبانخ اهو. طبعا انا حاطه السبانخ على الشبت والكزبره علشان هيتغسلوا مع بعض ويتطبخوا مع بعض، عشان ما حدش يقول الشبت والكزبره اتحط مع السبانخ ليه. قطعنا بقى التنظيف الخضره بتاعتنا، عندنا طيور لازم نستغل الظروف، ما ترميش اي حاجه، اي حاجه ترميها حرام. كده انا نقع الخس زي ما قلت لكم، وبدات ان انا اغسل السبانخ مره واتنين وتلاته وعيد عليها الميه لغايه ما تبقى الميه بتاعتها فله. البصل ما بتنقعش، البصل بتاخديه تغسليه واحده بواحده زي ما انت شايفه قدامك كده وبتشيليه، لانك لو نقعتيه في الميه بيقوم العيدان بتاعته بتعمل ريم كده ومبتبقاش حلو. انما انت كده بتاخديه تشطفيه، وفي ناس ما بتغسلوش بس انا ما برجحش كده. انا بغسله في ساعتها وبحطه على المصفى بالصفى وبنشف وبيبقى زي الفل. او بفوطة مطبخ نضيفة عندك وبتنشفيه، يعني تكون فوطة يعني نضيفة مش بتاع مطبخ بتستخدمها في المطبخ وتنشفيه، بيبقى زي الفل. انما تنقعيه ما بيبقاش حلو. كده انا شلت خالص البصل بتاعي يوم المية اللي احنا هنعيش فيها دي. وتعالوا بقى نغسل السبانخ غسلة بنت ناس، وبعد كده هننقعها معانا بالليمون ونسيبها. وبرضه الخاص هنغسله غسيل حلو، كل طبق من ده نعصر فيه ليمونة حلوة وهنسيبه يتنقع كده براحته. وبعد كده نشوف طبخنا النهاردة يبقى سهل وبسيط وزي العسل. احلى غدا والله، صدقوني غدا واو جبار. بحب انا الغدوية دي بصراحة. اللي بحبها يقول لي، اكتبوا لي كده في التعليقات يعني عندي كده، وقولوا لي بتحبوها قد ولا لا. صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام. دايما لازم تغطسي كده الطبق بتاعك يكون كبير، بحيث ان انت بصي مش عايزه اي عود سبانخ يبقى باين، لازم كل الميه تكون طايله كده عشان ينضف معانا. ركزوا اهو كده حلو. طبعا بقى نشطف برضو الخس شطفة حلوة بعد ما نقعناه يعني مدة طويلة كده، ننزل الطينة اللي فيه. اهم حاجة يعني تاخديه كده واحدة واحدة، اشطفي ونقعي وننزلي المية وتنقعي في ليمون تاني وترجعي تنقعيه تاني، تغسليه وتشطفيه وتشيليه بقى في المصفى يصفي اهو. عود عود، بحيث ما تلاقيش في قلب الخاصية حاجة. يعني مهما تغسلي والخاصية مكتومة على بعضها الطينة هتفضل فيها. تيجي تفتحي عود كده من فوق من فوق تلاقي طين، ده بقى منظر ما بنحبوه. لا اله الا الله، صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام. اتبليت معلش معلش. تعالوا بقى نغسل الليمونه وبعد كده نعصرها ليمونتين حلوين. دايما اي حاجه تستخدميها يعني اغسليها. الله اكبر الله أكبر. انا كده كنت العصر، يعني انا خلصت كل حاجه وقلت امنتج معاكم الفيديو. هنخلصه يعني يا رب هنخلص منتج الفيديو ونصلي العصر بإذن الله. تعالوا بقى يا حبايبي نغسل البطاطس اللي هناك دي بطاطس جديدة وجاية كلتها طينة أجرك الله. ايه يا جدعان البطاطس دي؟ قلنا نمسكها نغسلها غسلة حلو. نشفي يا اختي نشفي. طب بطلش طول النهار تنشيف وغسيل وعامل لما تهرتم المية. الله المستعان. شوفوا الطينة، اغسلي. هتجيبي الليفة بقى بتاعتك نهيه بتاع الخضار علشان نمسك البطاطس دي نخليها جديد. هي مش جديدة، لازم نخليها جديدة وبنت ناس. اغسلي بقى الطبق بتاعك اللي معاكي ده من الطينة خالص. قربوا الكاميرا كده عليا شوية علشان خاطر الحلوين يشوفوا، لان الاطباق مدرياني خالص اهو. الورق بتاع الخس يا ولاد طالما هتعينوه ما تبلهوش، يعني كيس كده عندك بتاع لبن من اللي هو بتاع اللبن ده، كيس اي حاجه ابيض نضيف كده تحطي فيه وتحطيه في التلاجة. لما تيجي بقى تطبخيه تقومي مبلاه عشان لو بلتيه تبوظ. شفتوا الميه اللي انا حشتها دي؟ تعالوا بقى نجيب الليفه. انا كده بجيبها دي عندي بغسل بها البطاطس والبتاع الجزر، يعني انا عاملاها كده بصراحه. وبغسلها وبحطها تنشف على جنب فوق كده. بمسك البطاطايه بصي ادعكي ادعكي لما تخليها فل. شوفوا عسل. لو كنت شفتوها ساعة ما جات، انا ساعة ما شفتها اتصدمت بصراحة. قلت لا ده انت تتحط في المية لما نخلص خالص تنظيف خضار. هنعمل النهاردة بطاطس حلوة وهنعمل احلى غدا. اوعي تطلعي من الفيديو، تابعي الفيديو للاخر حبيبتي وتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، واوعي تنسي اللايك.
اللايك الجميل كده بتاعكم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصلوا كل جديد بنزله. عندك كلمة الاشتراك كده بالأحمر وتضغطي عليها يجيلك الكل وتفعلي الجرس، أي فيديو انزله يوصلك إشعار منه حبيبتي. والمشترك وما بوصلوش إشعار يلغي الاشتراك وارجع يشترك من تاني من أول وجديد. شوفوا بقى حبايبي البطاطس شوفوا أقول ايه حاجة كده فل، لازم تغسليها غسيل زي الفل كده. طب بعد ما غسلناها وخليناها زي الفل هنعمل فيها ايه؟ هنروح نطبخها بطريقة سهلة وبسيطة. بس الاول ايه؟ صلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اهم حاجة ذكر الله، اذكروا الله يا حبايبي، لا اله الا الله. تعالوا بقى شوفوا البطاطس بتاعتنا هنقطعها بقى ازاي. هقطعها سميكة شوية، بتيجي على بوز البطاطسية من قدام كده ما بتبقاش تستوي معاكي، بتقومي ايه ضغط عليها ضغطة كده. وبعد كده اهو انا باخد البطاطسية اهو سميكة شوية، لازم البوز بتاعها تضغط عليه او تكسريه نصين بالشكل ده اهو. هنسلق البطاطس بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة، وهنعمل احلى بطاطس مسلوقة. وبرضه هنعمل جنبها حبة، يعني بصوا تابعوا الفيديو، حبة حاجات حلوة تعجبكم تفتح النفس، تفتح النفس بجد. أكلة جريئة وأكلة جميلة وبحبها جدا، اعملوها وجربوها مش هتندموا. قطعي البطاطس بقى بالشكل ده اهو، احلى بطاطس. يلا تعالوا بقى ايه حطيناها على النار وهنضيف البهارات الجميلة بتاعتها. اهم حاجة الاول نجيب راس توم ونغسلها بقشرها، هات راس التوم واغسليها بقشرها، وبعد كده تحدفي عليها شوية ملح صغيرين علشان اما تيجي تدقها تنعم معاكي، وفي نفس الوقت ما تطلعش فط فط من الهون قدامك. بصي خلي بالك من التكات دي، دقها دقة حلوة هتنعم معاك، الملحية هتنعم. بعد كده هتعملي ايه؟ هتجيبي معلقة زي ما انا بعمل كده وتطلعي ايه الراس التوم بتاعتك وتنزلي على البطاطس دي بقى اللي هتخلي معاك البطاطس ريحتها جايبة اخر الشارع. هيعرفوا على طول ان انت بتعملي حاجة بتوم كده جريئة ما شاء الله. هنضيف شوية بهارات سهلين وموجودين في اي مطبخ. اول حاجة هنحط شوية ايه؟ كركم. كركم وكرب انا بضيفهم على بعض على فكرة، بجيبهم بقلبهم على بعض على طول لان بحبهم في الاكل. وبعد كده كمون، وهنضيف كمان كزبرة، وهنضيف كمان شطة، وهنضيف الملح. يبقى كركم على كاري هو على بعضه، هنضيف كمان كمون كزبرة شطة والملح. مفيش اكتر من كده. هتلاقي البطاطس بتاعتك دي بقول لكم انا الوقت حطيت ايه بعدلكوا على صوابعي اوعوا تنسوا. كده هنضيف ايه الملح بتاعنا، غطى عليها واسيبها تعيش بقى وشم الريحة وادعيلي، هتاكلي احلى بطاطس تحفة. هنعمل فيها حركة كمان كده ومش هتصدقي، وبإذن الله تطلع ناجحة معاكي وزي الفل. سيب البطاطس رحت انا اغسل الرز مع نفسي، ما هو الفيديو طول اوي. وبعدين خلصنا بقى الرز غسلته غسيل حلو ووريتكم قبل كده انا بغسله ازاي وهطبخه دلوقتي قدامكم. احط له الملح واغطي عليه ويسيبه يعيش مع نفسه. يبقى كده خلصنا من البطاطس والرز بتاعنا، والخضار بتاعنا ايه عايش حياته منقوع. وهنوريه لكم برضو ما خلص. صلى على الرسول يا حلوين عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا بقى يا حبايبي هنغطي بقى على الرز بتاعنا، كنت بدور على الغطا والله اهو. والبطاطس بتاعتنا قلبت ما شاء الله. سريع سريع كده هنروح فين نجيب ايه فلفلة وبتنجان، غسلتهم غسيل زي الفل. وبكسر قرن الفلفل على 2، يعني بجيبه كده علشان خاطر تغسليه من بره ومن جوه وتخليه زي الفل زي ما انت شايفة قدامك كده. جبنا كمان 3 بتنجانات زي الفل زيكم كده، غسلتهم وما بشيلش القشر بتاعهم كله. هنعمله النهارده بطريقة سهلة وحلوة وطعمها حلو وحاجة جميلة وحاجة زي العسل. بصوا بقى انا اجيب البتنجان بتاعي واعمله حلقات زي ما انتوا شايفين كده وما تكونش رقيقه، انا ما بحبش البرنجان اللي تلاقيه رقيق ومسكوع كده وماهوش حلو. لازم انت تحسي ان انت بتاكلي بتنجان، مش تيجي تبص تلاقيه رقيق كده مش حلو، لا ناشف. تعالوا بقى اعمل لكم في حركه النهارده، ما احنا لازم ندلع النهارده الاكله بتاعتنا. بجيب البتنجانه وبمسكها ايه اعملها بالشكل ده مكعبات كده، بس ما توصلش للاخر يعني خلي بالك اهو. حلو حلو، شكل مية مية ويفتح النفس. وفي نفس الوقت هنعمل تتبيلة للبتنجان ده النهاردة
تحفة، إن جربتيها مش هتندمي عليها وهتدعيلي. أهو كده فتحنا البتنجان بتاعنا. أهم حاجة تبقى مقطعاه حلقان سميكة مش حلقان رقيقة، لو عملتيه رقيقة مش هتقدري تعملي اللي أنا بعمله ده. حلو كده، صلي على الرسول بقى عليه الصلاة والسلام. غمضي وفتحي هتلاقيني خلصت دلوقتي. يلا، غمضتي فتحي، يلا يا قلبي. الرز بتاعي قرب يخلص، والبطاطس هنشوفها، ما احنا لازم ما ننساش اللي احنا حاطينه على النار. استوت وبقت زي العسل زيكم. هصفوا المية من عليه، والرز بتاعي بيقلب وزي الفل. همشي فيه كده المقصوصة بتاعة الرز بتاعتي، بحيث ان المية تتغلغل كده من كله. ايوه هو ده. وطي عليه بقى وسيبيه يتلدن براحته، ويبقى معاك احلى رز ابيض تكليف حياتك. يلا تعالوا بقى ناخد البطاطس. انت وقعتي مني يا حاجة، عايزة انا اتلدع وخلاص. يلا تعالوا بقى نشيل البطاطس بتاعتنا، نصفي المية من عليها، ونشوف هنعمل ايه تاني. ده كله مع بعضه كده ما شاء الله. اي ام هتخش المطبخ، اي واحدة لازم تعمل اللي انا بعمله ده. زي ما عودتكم معايا قبل كده، انا اول ما بدخل المطبخ الصبح اول حاجة بعملها بشغل الغسالة بتاعتي. بعد كده بطلع للطيور بتاعتي. بعد كده بنزل اعمل فطاري وافطر. بعد كده اي حاجة على الرخامة من فطار الاولاد من ده بشطبها. بعد كده بدور على الغدا بتاعي. بصي واهم حاجة تبقى مطبخك نضيف، ده اهم حاجة. عندي دقة انا عاملاها بملح كده، يعني دقة ازود عليها أنا حبة بهارات. هنضيف كزبرة وكمون، بابريكا، كركم وكاري والملح. كزبرة، كمون، بابريكا، كركم على كاري، وهنضيف شطة. وطبعا ده ملح معمول بدقة، يعني فيه بهارات برضو، بس انا حبيت ازود البهارات شوية. ملح ناعم. انتوا دايما شايفيني بعمل بالملح الجرش الخشن ده. هجيب بقى البتنجان بتاعي الحلو اللي زي العسل زيكو ده، وهبطن البتنجان بتاعي بالبهارات اللي ريحتها تحفة. اهو ملح ناعم يكونش خشن، عليه كزبرة وكمون، شطة، بابريكا، كركم وكاري. اهو بطني بقى البتنجان بتاعك كله، وتسيبيه وتركنيه كده لما تقلي البطاطس بتاعتك. لا يشرب منك زيت، دي حاجة، ده نقطة عشان تبقى عارفاه. مش هيشرب منك اي زيت، هيطلع معاكي ما هوش شارب زيت خالص. نفس الوقت هيطلع معاكي طعمه تحفة. لو جربتيه البتنجان بالشكل ده، صدقيني حبيبة قلبي هتعملي كده على طول. بطل، انت عارفة لو عملتيه حتى على بيات وسبتيه وصبحت تاني يوم قليتيه هتلاقيه حلو. لو عملتيه قبل ما تطبخي بساعة بساعتين هتلاقيه حلو. في اي وقت ان انت هتعمليه هتلاقيه حلو، ومش هيشرب معاك اي زيت خالص خالص خالص. شفتوا بقى انا عملت جبت شوية بشوية وقلبتهم بالشكل ده. مش هعمل واحدة بواحدة، ما يعني ما ضغط بعلة بقى، اعذروني. اهو ما بستحملش انا اقعد كده، يعني اختصر اختصر. اهم حاجة تعرفوا ان هي اتبطنت كويس. اهو ما فصلتش معاكم اهو. هفصل معاكم، اعمل الجزء اللي هو هناك 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 ده، عشان تغمضوا وتفتحوا تلاقوا ام سمير خلصت. اهو اشتركوا يا ولاد في القناة، والله فيها حاجات حلوة. لفوا لفة كده في القناة وارفعوها. يعني احنا ما نطولش من الحب جانب. قولولي كده اعمل ايه، عايزين نعمل لكم وانا اعمله لكم. خلصنا كده البتنجان وبقى زي العسل زيكم. كده انا فضيت البطاطس بتاعتي من عليها المية خالص، حطيتها على صينية عشان تبرد، ومانيش هقشرها. ما انتش هتقشرها يا ام سمير، لا، انا غسلاها غسيل حلو. بطاطس جديدة قشريتها رقيقة، طلعت معايا في الغسيل، ومانيش هقشرها. حتى لو في قشرية ما طلعتش مش هقشرها. على فكرة الغذا كله في القشرية بتاع البطاطاية. مش ضروري تقولي لعيالك ان انت عامله لهم البطاطس يا اختي انت وهي بالقشرة. لا، ما انت خليكوا ام ذكيه، اولادك هياكلوها ويستفادوا من الغذاء اللي فيها. اوعي تقشريها. البطاطس الجديده اغسليها غسيل حلو وما تقشرها، بالذات لما تكوني هتعمليها مقليه. ولو عارفه لو انت هتشويها اوعي تقشريها. هعمل معاكم فيديو باذن الله للبطاطس برضو المشويه، علشان خاطر تعملوها زي يا اختي انت وهي. ده احنا بنقول اشعار النهارده. الله. يلا يا حبايبي تعالوا نقلي البطاطس
بطريقة سهلة وبسيطة أوي. الزيت بتاعك يسخن وتنزلي بالبطاطس. هنقلي الحاجات دي كلها ورا بعضها في نفس الزيت وفي نفس الطاسة. مش هزود زيت خالص، وهوريكم قدامكم خطوة بخطوة. وهيفضل معايا برضو في الطاسة زيت اهو. لا بقى، علشان خاطر انا متبلة البرنجان بتاعي مش هياخد مني زيت. البطاطس بتاعتي قليها بقشرها وجميلة وزي العسل زيكم الله. يا سلام يا سلام. ادا الكلام. تعالوا بقى نقلي البتنجان اهو. تشم بقى ريحة البهارات لما بتتحمص على البتنجان، ما اقولكوش تحفة تحفة. يلا اقلي بقى بتنجانك. وتعالي نعمل ايه شوية تتبيلة حلوين بقى كده نرشهم. لزوم الدلع، هو ده لزوم الدلع، يعني الشبت والكزبرة وشوية توم لزوم الدلع. علشان الايه احنا ضايفين كل ملحنا، فاحنا مش هنضيف ملح كتير. يا دوب كده هنجيب فصين توم ندقهم حلو دقة سريعة. وهنقطع شوية شبت على كزبرة زي ما انتوا شايفين كده. وهنقلب معاهم ايه معلقة التوم اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي هوريها لكم. معلش الستاند ما جابنيش وانا بدقها بس سهلة اهو. كده التوم بتاعي مع شوية دقة يعني بساطين. عشان انت حاطة ملح لكل حاجة، يعني مش هتخلي بقى الدنيا كلها ملح في ملح. قلبي بقى خالص الشبت والكزبرة بتوعك، دلعي بقى اطباقك بيهم. نجرشوهم كده وخلوهم عسل. وشم بقى ريحة التومة بالشبت بالكزبرة بالحاجات الحلوة دي، والله أكلة بعيش تمشي. برز تمشي. أنا طبخة رز عشان أولادي، أنا عن نفسي هاكل بعيش. مع طبق بقى طحينة وعيشي بتنجان كده وطحينة وسلطة من اللي احنا هنعملها الجريئة تحفة تحفة. أحلى أكل. ما انت لازم تشكلي. انا دلعتهم في اول الاسبوع كلوا لحمه وفراخ يومين ورا بعض، اعمل لهم ايه يعني؟ لازم نشكل. وده ايه ده؟ يعني لو ندلع فيهم كل يوم لازم نشكل في اكلاتنا اهو. يلا تعال نقلب بقى البتنجان عشان نفصل ايه معاكم لغايه ما نقلي البتنجان بتاع ده ونخلص. الله الله اهو. يعني احنا لسه متغديين ورقنا كده جري تاني وهنقوم نعمل سندوتش بالموضوع ده تاني. تحفة والله يا بنات جربوه. طعمه تحفة. وما شربش زيت وما ضفت الزيت والزيت زي ما هو. ليمونة بقى واعصريها. وادعيلي اهو. انا التاني ده التاني اهو. على فكرة كنت بقلي الفلفل وحطيت الصينية يا ولاد اللي كانت عليهم خلي بالكوا كده على الفلفل عشان تتكمر اهو. الله على احلى غدا والخضرة الجميلة. احلى صباح صباح الخضرة العسل دي. شوفوا بقى الغدا بتاعنا جميل وسهل وبسيط وطريقة سهلة وبسيطة. وعلى فكرة حطيت ليفت نسيت احطه معاكم. حطيت ليفت يا ولاد كان طعمه زي العسل اهو. شوفوا البتنجان مفتح حاجة كده زي الفل. طب بالله عليكم ما هي أكلة تحفة. والسبانخ هطبخها معاكم في الفيديو الجاي انتظروها. تبقى أحلى سبانخ. وكمان احلى رز ابيض. معاكي سلطة حلوة دلعي سلطتك براحتك حطي فيها اللي انت عايزاه. فلفل جميل طعمه وريحته تحفة. احلى غدا عملناه النهاردة. واحلى صباح عليكم زي الفل. واللي وصل معايا لحد كده ما ينسانش في اللايك والشير وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ فتحية فايد. واتمنى الفيديوهات تكون بتعجبكم واتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس حبايب قلبي. واتمنى تكون الفيديوهات عجباكم كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بترككم في رعاية الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة. بحبكم في الله.